في أول 5 ثواني من الفيديو المشاهد بيقرر هل هيكمل الفيديو ده للآخر ولا لأ، وأغلب الفيديوهات للأسف بتخسر القرار ده، وإن شاء الله الفيديو ده مش واحد منهم. تعال أقولك ليه. المشكلة مش إن الفيديو طويل، المشكلة إن مفيش سبب يخليك تكمل الفيديو للآخر. يعني مثلا ممكن تكون بتتفرج على فيديو 20 دقيقة وتكمل الفيديو لآخر ثانية فيه، وممكن فيديو 3 دقايق ما تقدرش تكمل كام ثانية من بدايته. والفرق بين الاتنين إحساس إن في حاجة جاية، في حاجة ممكن أستفادها من الفيديو ده. زي مثلا إن أنا لحد دلوقتي ما قلتلكش على الحل كله كامل، وده مقصود. يعني لو وصلت لحد هنا يبقى أنا عملت ده بطريقة صح. أكبر غلطة إنك تدي المشاهد كل اللي عندك بدري. فمثلا لو كنت قلت لك في أول الفيديو اعمل كذا وكذا وكذا وخلاص كده خلصنا الفيديو، طبعا ما كنتش هتكمل كلامي لآخره وكنت هتقفل من أول ثانية، وكمان المعلومات اللي كنت هقولها لك ما كانتش هتدخل في دماغك، كانت أول ما تقلب الفيديو هتتبخر معاه. لكن أنا ببنيها معاك خطوة خطوة علشان ما تزهقش وما تحسش إن الفيديو ممل، وكمان علشان تستوعب المعلومات وتدخل في دماغك بكل سهولة. الفيديو الكويس معمول زي السلم، درجة درجة، كل نقطة بتتقال بتفتح باب، وكل باب بيودي للباب اللي بعده. يعني ما ينفعش تقفل قفلة كاملة بدري. أنا دلوقتي لحد هنا خلصت النقطة دي، بس أنت أكيد حاسس إنك عايز تكمل، حاسس إن لسه في حاجة هتتقال. المشاهد بيكمل الفيديو لما بيحس إنه فاهم بس لسه عايز يسمع. وتعالى أبسطها لك بمثال بسيط كده. لما أقولك إن في عنصر واحد بس بيخلي الفيديو يمشي لقدام، والعنصر ده مش المعلومة اللي بتقولها ولا الصوت ولا الكاميرا، العنصر ده هو الترتيب. يعني أنا نظمت لك ورتبت لك الكلام ده علشان أقول لك إن عنصر الترتيب أهم حاجة في الفيديو بتاعك علشان المشاهد يكمل للآخر. كان ممكن أقول لك إن الترتيب هو اللي بيخلي الفيديو بتاعك يمشي لقدام، بس ما أعتقدش إن المعلومة كده كانت هتبقى أحسن مما أنا قلتها في الأول. لازم تخلي دايما في فضول، لما بتخلص الفكرة اللي بتقولها والمعلومة بدري بينتهي الفضول. خليني أقول لك على حاجة مش هتعجب ناس كتير. المعلومة لوحدها ملهاش قيمة، القيمة الحقيقية في إزاي هتوصل المعلومة دي، من حيث بقى ترتيب الجمل، إزاي هتشرح المعلومة دي، إزاي هتوصل المعلومة دي للمشاهد، إزاي هتبسطها وتقول جملة جملة بحيث تخلي المشاهد يركز معاك ومع أسلوبك وينتبه للمعلومة اللي بتقولها، وكمان إزاي هتنتقل من معلومة للتانية. الحاجات دي كلها بتفرق في إن المشاهد يستوعب المعلومة فعلا. ولازم تكون بتعرف تتحكم في إيقاع كلامك، لازم تكون عارف إمتى تسكت وإمتى تتكلم. هو ده فعلا اللي بيفرق ما بين فيديو بيتشاف كتير وفيديو بيتنسي أول ما تخرج منه. وأنا عايزك في الفيديو ده لو حاسس إني ممل أو بطول عليك تقفل الفيديو حالا. طيب بما إنك ما قفلتش فده دليل إننا ماشيين صح. وتعالى أقولك أنت ما قفلتش الفيديو ليه؟ أنت ما قفلتش الفيديو لأن أنت حاسس بالفضول إن في لسه معلومات ممكن تسمعها، معلومات كويسة ممكن تفيدك، وكمان في تصاعد في الفيديو وفي حركة كده، والأهم من كل ده إن مفيش لف ودوران. المشاهد مش ساذج ولا غبي، المشاهد ذكي جدا، علشان كده بيحس لو بتكرر حاجات كتير في الفيديو بتاعك علشان مش لاقي حاجة تقولها، وكمان بيحس لو بتمط في الفيديو علشان تزود الوقت بتاعه، وكمان لو بتضيع وقته وما بتدلوش أي قيمة بيحس بده. لو انت وصلت معايا لحد هنا يبقى أكيد في سبب مخليك مكمل الفيديو لحد دلوقتي. دايما خلي في الفيديو بتاعك سبب يخلي المشاهد يكمل الفيديو للآخر. الناس ما بتكملش الفيديوهات الطويلة، الناس بتكمل الفيديو لما بتحس ان الفيديو ده معمول ليها هي. يعني انا لو حاسس ان الفيديو ده معمول ليا هكمل الفيديو لآخر، وهفضل منتبه للكلام اللي بيتقال لان حاسس ان الكلام ده فعلا بيتقال لي. لو فهمت اللعبة دي صح المشاهد عمره ما هيهرب منك. اتعلم تتحكم في الإيقاع بتاع الفيديو وهتقدر تتحكم في النتيجة. كان معكم محمود كبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.